السلام عليكم، مرحبا بكم وان شاء الله لا فيديو هادي تلقاكم كامل بخير عليكم. وقبل ما ندوزو للوصفه ديالنا صلوا كامل على حبيبنا المصطفى وشفعنا محمد عليه الصلاه والسلام. وصفتنا عنها اليوم هي مطلوع بالسميد بدون دلك بطريقه سهله بسيطه، ما كاش ما اسهل واسرع من الوصفه اللي راح نشاركها معكم اليوم. الوصفه اللي راح توفر عليك جهد وتعب كبير. من اليوم نتحدى اي وحده تقول لي ما ينجحش معايا مطلوع السميد. مطلوع المنفوخ في طاجين الطين يا زينة اليدين. تبعي معايا برك الفيديو بإذن الله راح تعتمديها وتدعي لي عليها دعوة الخير. ديري حفظ الوصفة لشهر رمضان إن شاء الله ينعاد علينا وعليكم باليمن والبركات، اللهم آمين يا رب العالمين. وبطبيعة الحال وإلا عجبتكم الفيديو فضلا وليس أمرا ما تبخلوش علينا بجام وكومنتار في شباب يا شابات العسولات نحولات ديالي، ولما لا البارطاج هكا باش تعم الفائدة وتزيد تكبر عائلتنا. وبسم الله على بركة الله في المقادير ديالنا اللي هي 2 كيلات معمرين بالبيان سميد النوعية المتوسطة. بنفس الكيلة اللي كيلت بها السميد هي نفسها الكيلة اللي نكيلها كيلة معمرة فارينة. هاد المطلوع تاع السميد تاع نهار اليوم يصلح بأي نوعية تاع السميد متوفرة عندكم، المتوسطة ولا ليكسترافين. برك تبعي معايا الفيديو هكا باش نعطيك الفكرة كيفاش راح تتعاملي مع النوعية الرطبة أي لافين. مغرفة كبيرة خميرة الخبز اللي هي خميرة فورية عفوا. مغرفة كبيرة ممسوحة تاع السكر. هنا نخلط المواد الجافة مع بعضهم بنفس الكيلة اللي كيلت بيها السميد، هي نفسها كيلة اللي نكيلها بالماء، كيلة معمرة ماء يكون دافي في فصل الشتاء. أما في فصل الصيف يعني ما تحتاجيش الماء يكون دافي، استعملي الماء من الروبيني يعني ماء عادي. نفرخها كاملة هذيك الكيلة الأولانية. انا هنا راني راح نحدد لكم كميه الماء اللي تشربت لي هاد العجينه. الكيله الثانيه نفرخها غير بالعقل، درت النص تاعها واللايم العجينه تاعي، لايمها برك يعني ما ندلكش. المطلوع هذا كما قلت لكم في بدايه الفيديو يصلح بالنوعيه المتوسطه كما انه يصلح بالسميد النوعيه الرطبه. هنا برك حبيت نقول لكم نتوما ولا عندكم النوعيه الرطبه استعملوا السميد وحده، يعني تقدروا تستغناو على هذيك الكيلة تاع الفارينة. انا بما انه متوفر عندي السميد النوعيه المتوسطه استعملت كيلة فارينة. ان شاء الله الفكره راهي لحقت. هكذا نفرغ هذيك الكيلة الثانية تاع الماء غير بالتدريج ماشي دفعة واحدة. انا هنا راني راح نحدد لكم شحال وانتوما حسب نوعية السميد اللي متوفرة عندكم، كاين نوعية تتشرب وكاين نوعية ما تتشربش. انا هاد النوعية تاعي ما شاء الله تشرب السوائل. هكذا باطراف الاصابع نحاول لايم العجينة تاعي حتى نتحصلوا عليها كتلة، يعني عجينة طرية ماشي مطلوقة. سر النجاح تاع هذا المطلوع تاع السميد هو انكم العجينه تاعكم في الضرب الاول عجنوها هكا يابسه، يعني لموها شويه يابسه ماشي يابسه قاصحه. دوك نوريكم القوام، شوفوا برك معايا. على هذه اللي دائما نقول لكم تبعوا جميع مراحل الفيديو. هاولك ليكم صوره عن قرب، يعني حاولت اني نعطيكم الفكره 100%. ها هي يعني ماشي مطلوقه. هنا نجيب كوكوطة ولا أي قدرة عندكم، المهم طنيجرة أي حاجة عندها غلقها. نحط هذيك العجينة في كوكوط هكذا، نحاول نوزعها كامل في القاعدة ونغلق عليها مدة نص ساعة. نحطها في مكان يكون دافي فيما يخص فصل الشتاء. في الصيف يعني مش راح يدي معاك وقت نهائيا، راح تدي معاك حوالي 10 دقائق يكون كافي. هنا بعد ما جزت نص ساعة يعني خمرت شوية برك، ما تضاعفش الحجم تاعها حتى الفوق، غير بدات تطلع بديت نشم ريحة عفوا ريحة الخميرة فيها، نحيتها من القدرة. ماشي كيما المطلوع العادي اللي موالفين نخدمو، هذا مطلوع المنفوخ في الطاجين ما يحتاج انه يخمر حتى يتضاعف الحجم تاعو. نحط العجينة تاعي في جفنة هكذا
هذيك الكيلة الثانية شوفوا شحال بقالي منها الماء، يعني أنا استعملت حوالي 2 كيلات غير ربع. من هاديك الربع اللي قعد لي نحي منها 2 مغارف كبار باش نحلحل فيهم الملح. كيما لاحظتوا أنه العجينة تاعنا يعني عجناها وهي مسوسة. قلت لكم هنا العجينة تاعكم السر تاع المطلوع هو انكم ما تخلوش حتى تخمر العجينة حتى تتعمر الكوكوطة تاعكم، لا لا، غير تبدا تخفاف، تحسوها تمسوها هكا تولي كي اللي ايبونج، هذيك هي خلاص نحيها وديري لها الملح. هادوك 2 مغارف كبار تاع الماء مع مغرفة كبيرة تاع الملح ممسوحة، يعني ماشي اكيد ممسوحة، والملوحيات واللي حسب الرغبة، برك ما تكتروش الملح وخاصة لكبار السن. هنا نحاول ندخل هذيك الكمية تاع الماء في العجينة تاعي حتى العجينة تولي ناشفة هكذا. تحصلنا على العجينة طرية ومتماسكة في نفس الوقت، يعني ماشي مطلوقة كيما راكو تشوفوا، ماهيش تتلاصق. اكدولي وركزولي برك على القوام تاع العجينة، شوفوا ما يتلاصقش بين يديا، ما يتلاصقش هكذا. القوام تاع العجينة هو سر النجاح، مطلوع بالسميد المنفوخ في الطاجين. هنا نلوز الخبيزات تاعي على حجم متوسط، والحجم يولي اختياري، تقدروا انكم ديروهم خبيزات مطلوعات غير صغار صغار ديروهم للساندويتش هكذا كامل. نعطيهم شكل كيف كيف. جربيه قبل رمضان ان شاء الله وما راكيش راح تندمي عليه وراح تدعي لي عليه دعوة الخير. هكذا سهلتها عليكم، ربي سهلها على كل مؤمن ان شاء الله. وكما نعرفوا العائلات الجزائرية في شهر رمضان ما يستغناوش على المطلوع والكسرة. نلوزهم كامل هكذا. نشكلهم على شكل كرة، ونجيب المنديل تاعي شوية تاع فارينة في القاعدة، نرش رشة خفيفة برك هكذا، ونغطي المطلوعات تاعي حوالي 5 دقائق باش يسهلوا عليا كيفاش نبسطهم. هنا السر الثاني في نجاح مطلوع المنفوخ في الطاجين هو انكم ترققوا قد ما تقدروا هنا باش يتنفخ معاكم، قد ما ترققوا مليح. انا حبيت اني نخليه يعني فيه شويه البابه. نتوما اللي ما حبش يعني يكون المطلوع تاعو فيه البابه، ما عليكم غير تفتحوه رقيق رقيق رقيق. انا فتحته هكا شويه يعني خشين وهكاك تنفخ لي ما شاء الله تبارك الرحمن. بالنسبه لي ما يحبوش البابه برك، يعني انا ولادي والعائله تاعي يحبوا التغماس، وخاصة وين كاين يعني مريقة هكا في فصل الشتاء يحتاج هكا خبز يكون ملبب شوية هكذا كامل. نبسط الخبيزات تاعي، واللي ما تعرفش يعني ترفد المطلوع تاعها للطاجين تديروا على طرشونه ولا على بابي كويسون للمبتدئات. اما اللي تعرف خير وبركه. بنات بلادي الشاطرات الفحلات كامل الله يبارك عليكم. نكون مشعله الطاجين تاعي كان سخون يعني على نار عاليه. نحط الطاجين تاعي يسخن كيما راكم تشوفوا، وجبت المطلوعات تاعي جوست بدات تخرج هذوك مبابل، قلبتها على الوجه الثاني وعاودت قلبتها بهذه الطريقة. ونقعد دايما نخبط هاد العملية، أي هذه الطريقة تاع الخبيط راح تعاونك أنك يعني تتحصلي على مطلوع فارغ من داخل. شوفوا راح نعاود معكم مقطع. نجيب الخبيزات تاعي بهذه الطريقة، كي تبدا تبنبل أي تشلفط المطلوع تاعنا نحاول نضغط عليه هكا شوية باش يتورق، ونقلب ونخليه يطلع، ومن راني نخبط حتى نحصلوا على خبز منفوخ بهذه الطريقة ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا خليه يطيب على وجهه الثاني، ونعاود نقلبه على وجهه الاولاني، نكمل له الطياب بالبيض، ونحوش المطلوع تاعي اكيد طبعا
وهاوليك واجد معانا شهيتكم في الجنة ونعيمها بعد ما حوشتو جا مطلوع وعليه الكلام. قلت لكم تقدروا ديروهم خبيزات صغار، لي ساندويتش، المشاوي، المهم ها ليك مطلوعة هذه فتحتها لكم باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل، باش هكا تتسجعوا كامل تجربوه. مطلوع سهل بدون دلك، بطريقة سهلة سريعة، الوصفة اللي توفر عليك جهد وتعب كبير. جربيه وخلي لي كومنتير أسفل الفيديو هكا باش نزيد نتسجع بتعليقاتكم. وهذه هي وصفتنا النهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت رضاكم واستحسانكم يا رب العالمين. واللي لحقت معايا لهاد المرحله نقول لك فضلا وليس امر اختيتو، واش تستاهل منك الوصفه تاع نهار اليوم؟ تستاهل منك الدعم باللايك والاشتراك والكومنتير في شباب يا شابات العسولات النحولات ديالي، ولما لا البارطاج هكا باش تعم الفائده وتزيد تكبر عائلتنا. ودوكا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو لي في روحتكم وفي صحيحتكم. نتلاقاو الى فيديو اخر بحول الله تعالى. سلام عليكم.